السلام عليكم ورحمة الله. تصريح ناري من ميدو للأهلي، ويفاجئ المدير الفني كولر بهذا التصريح. وفوزي لقجع يريد إقامة الحد على ميدو. إليكم التفاصيل كاملة بهذا الفيديو، بس خلينا قبل ما نبدأ بالمشاهدة ياريت ما تنساش إنك تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا بنا. وقال ميدو: الأهلي يريد التجديد لكولر لمدة موسمين، وهذا هو القرار المثالي. لكي تقوم بمشروع ناجح عليك تأمين المدير الفني بالشكل الأمثل، خاصة أن كولر مدرب عادل وذكي في اختياراته وتقييم اللاعبين. وكولر أثبت أنه مدرب مميز جدا، لذلك بدأ الأهلي بالفعل في مفاوضات مع المدرب من أجل التجديد له. وبداية المدير الفني للزمالك بداية عظيمة. عندما تعاقد الزمالك معه كانوا يعلمون أنهم تعاقدوا مع مدرب صنايعي. وقال ميدو: أنا أكثر تعرض للسب والهجوم بسبب مساندتي للنادي الأهلي، كما تعرضت أيضا للانتقادات من المغرب بسبب مساندتي للنادي الأهلي. ورئيس نادي الهلال السوداني أصدر بيان ضدي لدعمي للمارد الأحمر. وفوزي لقجع يريد إقامة الحد على شخصي بسبب مساندتي للنادي الأهلي. أعمل إيه؟ حبه بيجري في دمي، ياريتني أهلاوي وياريتني ما كنت زملكاوي. وقال ميدو: أنا عضو للجنة الفنية في الزمالك بدون مقابل مالي. هل هذا يعنيني من الحديث عن الزمالك؟ أنا لا أحصل على أجر مقابل عملي داخل النادي، وأتناول كل شيء عن الأهلي بمنتهى الوضعية. وقال ميدو: احتفلنا في البرنامج بتتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا أكثر من قناة للأهلي نفسها، لدرجة إن زوجتي أرسلت لي وقالت: يا عم خلاص بقى كفاية. وشوفوا من حبي في الأهلي، أنا لو كنت وحش ما كنتش عملت كده. أرسلت رسالة لحسام غالي بعد التتويج بالبطولة ب5 دقائق، وقلت له: ألف مبروك يا حسام، تستاهلوا كده وأكتر من كده. الأهلي في الفترة الماضية يسير بشكل جيد، ولم نقل عنه أي شيء نهائيا. وقال ميدو: أنا أوجه رسالة لنادي الزمالك ولاعبين نادي الزمالك وجماهير القلعة البيضاء، ما تقلقوش خالص، الزمالك في الطريق الصحيح إن شاء الله. وبكده يبقى انتهينا من هذا الفيديو. وإن أتممت المشاهدة ففضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.